سيد حمدي يتقدم للمنتخب بهدف في الشوط الأول في شباك أوغندا، والمباراة كر وفر. كابتن علي، يعني شوط حماسي. فريق أوغندا لم يغير من أسلوبه، هو الدفاع المحكم في بعض النزعات الهجومية البسيطة جدا عكس الشوط الأول، إنما منتخبنا مسيطر شكلا، إنما في المضمون مفيش فرص. بالظبط، في سيطرة في استحواذ لكن فرص قليلة جدا، ما فيش فرص. يمكن الفرصة اللي جت للسيد حمدي وهي الكرة الوحيدة او الكرة اللي اتلعبت عرضية من احمد سمير، ولذلك احنا يمكن قلنا كابتن طارق لابد ان انت مع فرقة بتتكتل بشكل يبقى الاداء اسرع، الاداء على الاطراف، الحلول تبقى موجودة. الحلول مش موجودة لان دايما عايز اخترق من العمق، يعني احمد بلال بيلعب في العمق، سيد حمدي في العمق. يمكن دي الكره الوحيده اللي رجع بيها، دي كره الهدف، ولذلك نجح بهدوء اعصاب ولعبها سيد حمدي ببراعه. الحقيقه نجح في انه يجيب الهدف الاول. الكره الوحيده اتلعبت من الاطراف واتلعبت بشكل كويس جدا ومتابعه جيده من سيد حمدي، لكن احنا طول الوقت بنحاول نركز من العمق، لان ابو تريكه واحمد بلال وسيد حمدي كله من العمق، ولذلك العمق فيه رجلين كتيره، الاطراف هي اللي تقدر تشتغل عليها بشكل افضل. تمام. كابتن فاروق، يعني قبل الشوط نصحت ان لازم يبقى فيه ضغط من البداية وفرض أسلوب وشخصية المنتخب، ده حصل. يعني هذا حدث في الشوط الأول، في الحقيقة في حماس وفي ضغط من منتخبنا، إنما الفاعلية ضعيفة. ليه؟ إيه الحلول اللي ممكن تخلي هذا الضغط يتحول إلى فرص وإنتاج وأهداف؟ ليه؟ في مشكلة موجودة في الملعب، مشكلة فنية، ان الكرة لازم تمر على ابو تريكه وعلى شيكابالا وحسام غالي، لو ما مرتش لازم كل واحد بيبصب عن الكوره. ده بيخلي الدفاع بتاع اوغندا يسقط في نص الملعب ويعمل الكثافه، فخلاص يبقى عندكش الحلول. لازم الكرة تبقى فيها شيء من السرعه. فريق اوغندا الى حد ما بيهاجمك ليه؟ عشان انت مش لاقي حلول معاه، هو عامل لك الكثافه وعامل لك بلوكات في قلب الملعب، وانت بالتالي بتتعامل معاه، ما بتعملش شيء جديد. يعني رغم ان بين ماتش وماتش حوالي اسبوع او 10 ايام وما غيرتش من الفكر واتفرجت على الفرقه دي، يعني المفروض تبقى دارسها وعارف هتلعبك ازاي. هي غيرت من الاسلوب ان بقت سريعه شويه في الهجمه المرتده، لكن العمق الدفاعي هو. لكن في مشكله موجوده في التحضير، اسمها ابو تريكه، اسمها شيكابالا، اسمها حسام غالي. طول ما الثلاثه كوره كل واحد عايز الكوره تعدي عليه، طول ما فريق اوغندا بيرجع ويقفل لك مساحات الملعب. الاطراف النهارده احمد فتحي عصبي، احمد سمير فرج يمكن هو اللي فايق شويه النهارده موجود في الملعب، لكن في مجمل المشكله ان انت عندك اثنين مهاجمين ما بيتحركوش، واقفين زي الاثنين لازم يتحركوا بعرض الملعب عشان يعملوا مساحات للمهاجمين، لاعبي نص الملعب المهاجمين. شوف الهجمه ما جات لهمش ده هدف الفرصه دي ما جات لهمش المباراه اللي فاتت، ما كانوش بيوصلوا، بدأوا هم انت بدات تطمعهم من العناصر الهجوميه عندك كتير في الملعب. طيب. يعني انت عندك في الناحيه الدفاعيه 4 لعيبه مش موجودين في الدفاع، وهو واحمد بلال، السيد حمدي، ابو تريكه، شيكابالا، دولت مش موجودين في الدفاع، فبالتالي هم بيهاجموك من غير ما بيبقى عندك تأثير عليهم او ضغط عليهم في نص الملعب. تمام. كابتن شاذلي، برضو يبقى السؤال المكرر، وهو ان مع كل هجمه بسيطه او هجمه فرديه او هجمه غير منظمه بتتحول الى فرصه وممكن ان تتحول الى هدف. الى متى دفاعنا يبقى يقظ؟ ومفروض ان حتى في المباريات السهله اللي بنوعيه اليوم يبقى في على الاقل يعني احكام دفاعي، لان الماتشات اللي جايه هتكون اصعب من كده بكتير، هنتعرض لضغط اكتر، هنلعب بره ملعبنا. فازاي مع كل هجمه بتتحول الى فرصه؟ هو لازم طبعا ان الوسط وخط الظهر بيؤدي الناحيه الدفاعيه بطريقه منظمه وجيده واستمراريه، بمعنى ان عندي حسام غالي والسوليه وسمير فرج ومحمود فتح الله وائل جمعه واحمد فتحي، هذا السداسي بيساعدهم مثلا ابو تريكه من اليمين وشيكابالا من الشمال، ان في الناحيه الدفاعيه لازم يبقى فيه تمركز دفاعي جيد جدا. الكره اللي جت علينا خلينا نتكلم عليها اللي كان هيجيب لنا دي ناحيه اليمين، عملوا الاوفرلاب زي ما عملوا او الكروسز واتلعبت بالعرض. طبعا شوف الخطا من هنا من مين؟ من احمد فتحي الظهير الايمن. ده مش واحد بس يا كابتن، لا التغطيه ممكن تعدي يا كابتن طاهر، لكن لو في تغطيه سليمه في 4 ان هو الظهير العكسي ما يبقاش واقف بهذا المنظر، لازم يبقى واقف مش ماسك حد اهو.
يعني انا بتكلم على الخطوره اللي موجوده منها، ان فتح الله مشترك مع راس الحربه، احمد فتحي باصص للكوره وواقف غلط، الموقف بتاعه مش صح، مش متمركز جيد. منشأ الكوره يا كابتن شاذلي، منشأ الكوره الناس عملت هجمه. ايوه قول بقى من هنا. منشأ الكوره الناس عملت هجمه منظمه من ناحيه اليمين، عملوا هجمه منظمه ناحيه اليمين، مكابه وجوفري، واتلعبت بالعرض. وائل جمعه عايز يقطع الكوره قبل ما توصل لراس الحربه، عدت من الاثنين، احمد فتحي في موقف غلط، في اثنين بيبصوا على الكوره ما فيش موقف دفاعي ليهم، ده كلام صح. حسام لكن غالي وفتح الله اخطر ما في الموضوع احمد فتحي في هذه الكره، لانه المفروض يبقى في ظهر فتح الله وبميل معاه، لان هو دلوقتي هو الليبرو بتاع الفرقه، مش في الموقف بتاعه غلط. بس هم دول السته اللي المفروض بيدافعوا، اللي قال عليهم الكابتن وقلت عليهم قبل الماتش، السته هم موجودين على على ايه؟ على 3. الكرة العرضية دي يا كابتن طارق ضربت كل دول على 5، ضربت 5. مظبوط. طيب السؤال الثاني برضو، الكرة دي ما تستوجبش ان حارس المرمى يطلع بواحد يطلع ياخدها؟ هي اصلا عامله كيرف يا كابتن طاهر وجامده، فصعبه قويه صعبه، بتلف بتبعد عن الجول، جايه مسافه بعيده. اثنين مشتركين يا كابتن طاهر، يعني فوقفوه. هو اكتر واحد شايفها. هو يا كابتن طاهر الوحيد اللي عمل تصرف صحيح في الكرة دي هو احمد فتحي، رغم ان الكوره هو مسؤول عنها. لو احمد فتحي ما اشتركش مع الراجل ده، ما حطش رجله بالشكل ده، معلش. بس بالتالي هو صلح خطأه ان هو ضغط على الراجل. كابتن طاهر الغلط موجود من الاول، ان هو لو عامل العمق الدفاعي صح في 4 لازم الراجل الاخراني. الكوره جايه بسرعه قوي يا كابتن، بس واضحه، ما فيهاش مفاجاه، واضحه ما فيهاش مفاجاه، لازم الميل في الناحيه الدفاعيه يا كابتن طاهر بالسرعه دي يا كابتن شاذلي. يعني هي الكوره معموله من اقصى اليسار كويس، مرورا بكل من فتح الله وائل جمعه وعبد الواحد من دول يقدر يتعامل معاه، وعبد الواحد. ما حدش يقدر يتعامل معاه، فيها سرعه وبعيد عنهم. بص يا كابتن، يعني ما حدش يقدر يتعامل معاه، هياخدها ويرجعها يا كابتن، هيرجعها يضرب كله يا كابتن. بص هنا بقى بيرجع الكوره، بيعمل الخلة الدفاعية تمام. دي ميزة الكرة العرضية يا كابتن طاهر. ادي هو لعب بسرعة بقى. بص الكرة أول ما جات له يا كابتن طاهر ما ادكش فرصة، بس هو باين إنه هيرفع. أيوه حل تاني لعبها زي الشوطة يا كابتن، دي جامدة. ما ادكش فرصة إن أنت تتمركز. يعني هنا فتح الله وحسام غالي كل دول ضربوا 3 سمير فرج دولت بره والسوليه دخل الجول 6 يارد اهي، وهم بره اللعب وفتح الله بره. هو القرايه بتاعت فتحي كانت لازم تبقى اسرع من عبد الواحد ما ياخدش دي يا كابتن. ها عبد الواحد هقول لك لا اشرحها لك انا، لان اشتراك وائل جمعه غش عبد الواحد شويه، يعني حس ان ممكن عبد الواحد، فدي اللي خلت عبد الواحد تردد، لان لاخر وقت ما كان ممكن وائل جمعه يتعامل معاه، ما تعاملش معاه. ايوه، فهي دي اللي ثبتت عبد الواحد، وبالتالي سرعه احمد فتحي كان يبقى المشكله احمد فتحي كان لازم، احمد فتحي اتصرف بس هو برضه اللي غلط بعدين عدل صح. الاربعه اللي بيلعبوا ورا كابتن طاهر، الاربعه اللي بيلعبوا ورا دايما الظهير العكسي هو اللي بيقوم بدور الليبرو. بص يا كابتن طالما المدافعين ما بيلعبوش ان هم مدافعين، هي دي المشكله. المدافعين بتوعنا بيلعبوا احنا بنهجم، هم بيلعبوا كمهاجمين. بس انا عايز اسال برضه سؤال، بس يعني ناخد اجابته بعد الفاصل معلش عشان لازم نطلع دلوقتي. المدافعين كلهم نظرهم على الكوره، يعني لا في اتجاه المرمى. هل ده موقف دفاعي بعد ما فاروق؟ لا المفروض وهي بتعدي انا واقف كده كمدافع، ينفع ان انا ابص على حارس المرمى؟ كابتن هو دلوقتي الكوره دي فيها شيء من السرعه. طالما ناخد فاصل، نطلع فاصل ونرجع تاني. المنتخب الأخطر في الشوط الأول تقدم بهدف سيد حمدي، وأوغندا فريق مشاكس. كابتن علي، يعني برغم أن منتخبنا متقدم والمنتخب الأوغندي الأقل فنيا والأقل خبرة والأقل تاريخا قياسا لعدد المباريات، إنما هو فريق مشاكس وكاد أن يفعلها بتعادل. إنما خلينا دايما نركز في المباريات السهلة على أخطائنا أكتر ما نفكر في الإجابات، على اعتبار ما هو قادم أصعب بكثير جدا. كنا بنتكلم قبل الفاصل على الموقف الدفاعي لمدافعين مفروض ان هم بيواجهوا الكرة وليس العكس، يعني ما يبقاش باصص على مرماه. احنا لو جبنا لعبه كابتن طاهر ما يبقاش مهاجم، ما يبقاش مهاجم. احنا لو جبنا لعبه من الاول يا ريت نبص عليها من اول ما اتلعبت ورجعت، الحته اللي لعب منها الكوره اللاعب بسرعه فاجئ الجميع، لانها ما كانش زي الجول مثلا بتاعنا احمد سمير فرج رجع بيها وباين انه هيلعب. هو بيرفع هنا مفيش مفاجاه، هو كان طالع وتروح شايطها بس وهو بيرفع هيبتدي يرفع ومفيش مفاجاه. ايوه بس هو اتعامل معاها يعني بسرعه وبقوه، فكده عدت ما لحقتش وائل جمعه ما لحقهاش، واحمد فتحي ما لحقش يتعامل معاها ويغطي التغطيه اللي ورا وائل جمعه. عشان كده الكل يعني حتى عبد الواحد ما قدرش يتعامل معاها. ليه؟ لانه اتثبت. وبالتالي دي من اخطر. انا عايز اقول حاجه يا كابتن طارق، يا ريت نشوف الجول بتاعنا
هات الجول بتاعنا. شوف دي خطوره الكرات العرضيه، انها بتضرب لك التكتل كله. عشان كده طالبنا هات الهدف بتاعنا. شوف الهدف بتاعنا يا كابتن طاهر. شوف بقى كام الهدف بتاعنا احنا. شوف كام صناعتهم هم على فكره. لا شوف كام لعيب من اوغندا اتضرب في اللعبه دي. شوف كام لعيب اتضرب، 7 لعيبه مدافعين في الكره دي، وثلاث مهاجمين. هي الهجمه اتعملت كابتن فاروق يا شوفها تاني من باص خطا. بص يا كابتن من كرة بص يا كابتن شوف كام بقى نثبتها شويه. شوف بقى كام لعيب اتضرب في اللعبه دي، عد بقى من المدافعين. هي دي خطوره الكرات العرضيه، ده اللي كنا بنطالب بيه على الكرات العرضيه. شوف كام لعيب اتضرب، ادي 7 لعيبه او 6 لعيبه، 7 لعيبه مضروبين في الكره العرضيه. بس احنا هنواجه فريق بعد طاهر، ما احنا في تصفيات اقوى من ذلك بكثير. بنتكلم على حاجه يا كابتن. انت النهارده مطالب في الماتش ده انك تكسر من الكرات العرضيه. طيب. انك تركز على الاداء للكرات العرضيه، هي دي الوحيده اللي خلتك تنفرد وتضرب التكتل ده بكره واحده. الكره دي ضربت 7 مدافعين. الكره دي كابتن فاروق من هجمه مرتده نتيجه الباص الغلط. طبعا هو قطعت كرة من نص الملعب بالظبط. واحنا الهجمه اللي كانت هتيجي فينا هدف من الكرة مقطوعه. بص يا كابتن، الكرة في هنا حاله بتبقى حاله فنيه بحته. لو المدافع بقى في وضع المهاجم، يعني بقى وشه للمرمى، لو المدافع بقى وشه للمرمى ما يقدرش يلمس كرة. لو وائل جمعه لمسها واحمد فتحي لمسها تخش جول تبقى هدف. لكن احمد فتحي صلح الخطا. وانا معاك يا كابتن، وانا معاك في دي. كابتن شاذلي هنضيف اهداف في كلمه واحده ولا لا هنضيف المباراه اسهل؟ لا هنضيف اهداف. عموما منتخبنا الوطني يقترب من بطوله دوره حوض النيل الاولى الى ملعب المباراه والعوده بعد نهايه اللقاء.